السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا في الحلقة الثانية من بودكاست ريشة نتكلم فيها عن أثر الكلمة ما بين الكاتب، الدار والجمهور. ويانا اليوم الأستاذ عبد العزيز محمد، مؤسس دار قصة، كاتب ومخضرم في هذا المجال. والمميز في الأستاذ عبد العزيز إنه ما شاء الله عليه مشى على كل الأدوار، فكان الضيف المناسب لحلقة اليوم اللي بنتكلم فيها عن أثر الكلمة ما بين الكاتب والدار والجمهور. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز ويانا اليوم. السلام عليكم، مشكورة على البداية الطيبة والمقدمة هاي، جزاك الله خير. شكرا على استضافتك في البودكاست. حياك الله ويانا، وإن شاء الله يكون الحوار مثري، ونحاول قدر الإمكان أن نقدم الاستفادة للجمهور ونعطيهم كل المعلومات ونجاوب على كل الأسئلة اللي ممكن البعض يدور على أجوبة لها ومش محصل لها طريق. فبنبدأ معاك أستاذ عبد العزيز. الكل دار نشر تولد من شغف، من فكرة أو من حكاية. خبرنا في البداية منو الأستاذ عبد العزيز وليش دار قصة؟ بداية كل شيء قصة، ولأن قصتك تستحق النشر. دار قصة هي وليدة ورم صاب عبد العزيز في 2013، وهذا الورم اللي يا لعبد العزيز هو ورم نادر في العالم، ما عرفوا يشخصون هذا الورم. وبعدها بديت أكتب أنا مذكرات مريض، يعني كتبت مذكرات مريض، يعني مذكراتي أثناء تجربتي مع العلاج وكيف مراحل العلاج وكيف بديت وش اللي كنت أعاني منه من الجانب النفسي ومن الجانب الصحي ومن الجانب الأسري والدراسي، كل الجوانب اللي كانت تمر يعني أمام المرحلة هاي الفترة اللي فاتت من 2013 لين 2017. أنا قاعد أجهز هاي المذكرات. كانت هي فترة المرض تقريبا، صحيح؟ نعم، ولا زال المرض مستمر معانا، يعني قبل سنة أجريت آخر عملية. الله يعافيك يا آمين يا رب. هذا الكتاب بغيت أحوله لكتاب، يعني المرحلة هاي بغيت أحوله لكتاب وتجربة. اليوم وايد ناس مصابين بهذا المرض، والله يبتليهم يعني بأمراض ثانية، تكون الابواب مغلقه قدامي، يقول انا مريض، ما اقدر اكون مبدع، ما اقدر استمر في مجال الابداع اللي انا فيه، ما اقدر اطور من نفسي، ما اقدر اطور من موهبتي. انا خلال هاي الفتره انا طورت من نفسي ومن موهبتي وطورت من فكري، حتى اليوم انا اكون يعني اقود هاي الكوكبه من الكتاب اللي موجودين عندنا في دار قصه. اطلقنا الكتاب مع احد دور النشر الاماراتيه، جزاهم الله خير. بعدها اتجهت لدار نشر كويتية لكتابي الثاني. دخلت معاهم في الإدارة وتعلمت وايد أشياء في في مواضيع التسويق ومواضيع الاختيار الأغلفة وكيف أسوق للكتاب للقارئ الأمامي. هذا القارئ اللي جاي أعرف شو يبغي من كتب، ما أسوق له وأعطيه أي كتاب حتى باكر ما يقول أنتم بياعين كلام. نعم. يعني مو بسوق خضرة ولا سوق فواكه. يعني خذت فترة طويلة، يعني من 2017 لين 2021 أنا أتعلم. لين 2021 يعني مسج عبد العزيز شو ناقص منك حتى تفتح الدار. كانت يعني المسج كان من المحامية مي الفلاسي، وجهها لها التحية. قالت لي شو ناقص منك وقاصر منك انك انت تفتح الدار؟ قلت لها ولا شيء. قالت لي ليش ما تبدأ؟ خلال أسبوعين بالضبط أنا أسست، أنا أسست الدار، أقول خلال أسبوعين أنا أخذت الرخصة وما أعرف ولا شيء. هذه تحطنا، هاي النقطة أستاذ عبد العزيز تحطنا قدام حقيقة إنه مو بشرط تكون أنت ماهر وبارع في كل المجالات عشان تبدأ أي مشروع أو عشان تبدأ أي قصة نجاح. واحد يقول يعني حط ريلك في البدايات أو حط ريلك على بداية الطريق، وسبحان الله رب العالمين بيسر الأمور كلها. فأهم شيء النية موجودة، وأهم شيء يعني العزيمة موجودة إن أنت تبدأ. بس اللي أتذكره في بدايات دار قصة، أن أنا شفت بدايات دار قصة في أول سنة وشفت تطورها مع السنوات، يعني ما شاء الله عليك. يمكن اللي يميزها احتضانها لعدد كبير من الكتاب الشباب، يعني فئة الشباب بالتحديد. اليوم دار قصة عندنا 150 كتاب ل 120 كاتب إماراتي شاب، ما بين الشباب والشياب يعني. بيزعلون منه بعد يعني هم شباب بس كبار في العمر يعني. العدد هذا اليوم خلال 3 سنوات يعتبر إنجاز هذا، ومو برقم بسيط، ومو رقم بسيط اليوم ان انت تحتضن هذا العدد
وانت تشارك في كل المعارض الخليجية، ما تترك ولا معرض. نعم. اليوم بس حتى هذا في هذا تطور إنجاز في كبير فعلا. مشاركاتنا الخارجية. اليوم الأغلب بدأ يلاحظ في تطور في المشاركات الخارجية. اليوم أنا سأمثل الدولة. نعم. اليوم كتابي قاعدين يحضرون لمعرض من المعارض الفلاني، يحبون يشوفون ديكور، يحبون يقولون احنا رايحين هناك. لما يوصلون في لقاءات تلفزيونية، في حفلات تواقيع، اليوم لازم احنا ما نقصر ويا الكاتب الإماراتي اللي يدفع من جيبه عشان يروح أي معرض خليجي. فأنتوا تشوفون هالشيء من واجباتكم أنتوا تجاه الكتاب وتجاه المجتمع بعد. وما نقص يعني. اليوم نحن لما بنشارك، يعني لما بنشارك في أي معرض، اليوم نحن ياسم نمثل الدولة. يعني نمثل كتابنا، نمثل الدولة، ونمثل أنفسنا. لازم نطلع بالصورة المشرفة. نعم. هذا صحيح، وهذا أكيد. ويمكن هالشيء اللي فعلا يميزكم، واللي أنا أقدر أقول تقريبا شكل هوية دار قصة. الاهتمام بالطاقات الشبابية، الاهتمام بأثر الكلمة، الاهتمام بالظهور المشرف اللي يعكس الجانب الثقافي. ولا شو رأيك أستاذ؟ اليوم إذا أنا أحضر معرض، معرضين، 3 بمستوى، بعد فترة أنزل بمستوى ثاني، اليوم أكيد الدار فيها خلل. لكن نحن سنويا في معرض الشارجة نطلق 50 إصدار جديد. نعم. هذا روحه يثبت أن في ثقة ما بين الكاتب الإماراتي والدار نشر الإماراتية. اليوم الكاتب الإماراتي يبحث عن دار نشر إماراتية، ما بقول بإدارة إماراتية، أصحاب الشأن موجودين. صح كلامك. يبغي يشوفهم قدام عينه. يا أخي حتى لو هذا الكاتب في السنة يبيع 10 كتب بس، يبغي يشوف أصحاب الحلال قدام عينه. نعم. يبغي يسمع كلمة طيبة. اليوم إذا ما يحصل الكلمة الطيبة، اليوم إذا يعني ما يشوف الاهتمام، ما يشوف الاهتمام من الدار، ما يشوف. نحن اليوم سنتكفل حتى بأشياء بسيطة، ألا وهي المنشورات الخاصة بالمعارض. نعم. اليوم أنا عندي 120 عنوان، أصير أسوي 150 غلاف، عفوا أسوي 150 صورة منشور. نعم. 150 صورة كمنشور لحساب الانستغرام الخاص بالكاتب. أنا ما يخصني كدار نشر أسوي له، يقدر يتعاقد مع شركة دعاية وإعلان. بس ما يدخل جانب التسويق أستاذ؟ يدخل بجانب التسويق له، مش لنا، يدخل له، وهذا فيها تكاليف إضافية نحن نتحملها. نحن بالإمكان نقول ما بنسوي لكم تصاميم سنة واحدة بس. في كتاب من 2021 المتواصلين معانا لليوم، هذول يحصلون التصاميم توصل لهم على الواتساب. نعم. هذا تصميمك للمعرض الفلاني، هذا تصميمك للمعرض الفلاني، هذا تصميمك للمعرض الفلاني. لأن أنت في النهاية تقول هذه الكتاب عندي أنا في الدار، تقول أنا مجبور أن أنا أحتضنهم، أنا أحسسهم أنهم جزء من الدار، مش شخص بس مجرد أن أتعاقد مع الدار ونشر كتاب وخلاص. فهاي العلاقة أنا اللي لاحظته فعلا أن أنت جدا حريص تبني علاقة الثقة هذه ما بينك وما بين الكتاب. تقول لهم أن اطمنهم، لا تخافوا من شيء، أنا معاكم في كل المراحل، سواء كنت كاتب تنشر لأول مرة أو كاتب عندك إصدارات كثيرة. أنا موقع عقد مع وحدة من الكاتبات قبل عمليتي بيوم، 2024 قبل عمليتي بيوم. شو هالمسؤولية أستاذ؟ طلعت من البنك جتني مكالمة يسألوني عن شغلة معينة، قلت لهم أنا توني طالع من العملية، بنرد عليكم عقب. فهي فعلا مسؤولية أنت ماخذنها. في حمل اليوم. يعني الإجازة الوحيدة اللي أخذتها أنا مرضت فيها، تسممت برا البلاد. الله يعافيك أستاذ. فالحين الواحد يقول ما أبغي أخذ إجازة. بس فعلا يعني مسؤولية كبيرة أنت ماخذنها على عاتقك أن تبني هاي الثقة بين الثقة يعني للأمانة أستاذ، الثقة ما بين دور النشر والكتاب كثير منها ضايع. الكلمة الطيبة اللي حصلها منهم والدعوات تكفيني. يعني ما أعرف، فعلا في علاقة غريبة أنا أشوفها في دار قصة ما شفتها في دار نشر ثانية. دور النشر مع احترامي الكبير لهم يعطون عقود ويتعاقدون مع الكتاب وينشروا لهم ويسووا لهم تسويق، لكن في جانب اللي مو موجود عندهم. أنت تحس إنه جانب الأسري بالضبط، جانب الأسري وجانب الألفة. الكاتب اليوم لما يجي دار النشر شو اللي يبغى أستاذ؟
يبغي حد يحسسه بقيمته، يبغي حد يحسسه انه هو جزء من المكان هذا. انا مش جاي دار النشر بس عشان ابيع كتب واطلع، انا جاي حطيت مجهود، حطيت تكاليف، حطيت عشان اوصل رسالة. الشخص اللي استلم الرسالة هذه يبغي يحسسني ان انا معاه، انه هو نحن ايد بايد فريق واحد. هذا اللي اتوقعه انه ينقص كثير من الكتاب، ويمكن ما حصلوا في دور النشر الثانية وحصلوا في دار القصة. فأنا أحييكم على الجهود هذه الكبيرة أستاذ، أحييكم بشكل كبير يعني. وهذا اللي يوضح حقيقة أن دار النشر هي تعتبر شراكة مع الكاتب، مش مجرد عقد بينه وبينه. إذا ما نحتضن الكاتب في البداية، متى نحتضن الكاتب؟ لما يكون مشهور عنده 100,000 ولا مليون متابع؟ هاي مشكلة على فكرة أستاذ. الحين مثلا دور النشر، يعني كثير من دور النشر، ما نبغي نعمم، ولا حتى في الإمارات، في كل مكان حتى على مستوى العالم، أن تشوف للكتاب اللي بينشر عنها من ناحية رقم. الشخص هذا اللي جايني هل هو مؤثر ولا لا؟ الشخص هذا كم متابع عنده؟ الشخص هذا هل الناس تعرفه ولا لا؟ لكن في قصة أنت احتضنت البدايات، مثل ما نقول أنت احتضنت الكتاب وهم حتى ما عندهم وجود على السوشيال ميديا أو على التواصل الاجتماعي. هذا الشيء يعتبر مخاطرة في، لأن أنت في المقابل أنت عندك جانب مالي أو جانب ربحي أنت محتاج أن أنت تغطيه. فإنك أنت تخاطر وتاخذ أشخاص من البدايات. كلمنا على هذا الموضوع. في وايد كتاب في وايد كتاب ما كان عندهم اصلا السوشيال ميديا، يعني ما عندهم انستغرام. يقول ما عندي تي تقول لي ما عندي انستغرام، او انا اكاونتي برايفت. كيف انا احط صورتي اليوم؟ او انت كيف احط كيف اطرش لكم صورتي؟ يعني حتى دخلنا وياهم بعض الكتاب، يعني ساعدناهم في تأسيس حساباتهم في السوشيال ميديا، في الانستغرام. ساعدناهم ان انت ابدأ بهاي الطريقة، بلغهم ان انت عندك اصدار جديد، بنطرش لك الصورة، بنسوي تعاون ما بين حسابنا وحسابك. بعدين بنطرش لك صور المعارض، نزل دعوات لحفلات تواقيع، نزل. انت كذي بتزيد تفاعلك في الحساب. فاليوم اذا انا ما اعلم هاي الاشياء، شو الفايدة؟ هو الكاتب، هي أنا أقول دائما مسؤولية نرجع مشتركة. للجانب الأسري. نعم. إذا أنا ما أخاف على هذا الشخص ولا أخاف على كتابه كأنه كتابي، شو الفايدة؟ أوكي، دخل لي المردود، الفلوس تروح وترد. صح. دعوات الناس هي اللي تبقى لك، السمعة الطيبة هي اللي تبقى. وكم يسوى عندك أستاذ لما تشوف نجاح الشخص هذا اللي أنت بنيته من الصفر، مع يعني نقول كله، يعني واحد يقول كله توفيق من رب العالمين، لكن أنت حطيت إيدك معاه. من 2021 لين اليوم 2025 أغلب حفلات التواقيع أنا واقف برا على الجناح أنظم العملية، بحيث أن اللي قاعد يحس نفسه أنه هو صاحب الدار، هو صاحب الدار، وهو الكاتب، وهو المسوق، وهو المسؤول، وهو الكل بالكل. أعطيه هذا الإحساس، اللي يحس أنه هو صاحب المكان. لما أنا أعطيه هذا الإحساس، هل هو بيتركني؟ أكيد لا، إلا إذا كبر صارت بيننا خلافات لاحقا، إلا إذا تعارضنا بالفكر. لكن في النهاية أنا صاحب الدار، أنا اللي حقية. نعم. ما يستوي الكاتب هو اللي يفرض نفسه علي. صحيح. بس أستاذ، كيف توازن بين الموضوعين هذيلا؟ مثلا الحين كيف توازن بين أن أنت عندك كاتب يبغي يطلع ويبغي يثبت نفسه في الدار، وبين أنت تبغي تطلع ربح من الكتاب هذا عشان تغطي التكاليف اللي قاعد تصرفها، وبين رسالة الكتاب نفسه؟ اليوم هاي المشكلة اللي نواجهها، يعني فيها يعني ما أقول إن فيها ربح، فيها خسائر، فيها مصاريف، فيها تكاليف. اليوم مش غلط أنا أصير أتفق مع أحد المؤثرين في السوشيال ميديا عشان يسوي كتاب وأنا أغطي تكاليف هذول الشباب المبدعين. صحيح. مش عيب ومش غلط. نحن نقدر نتفق مع هذا المؤثر، أنت في 10 أيام أنت تعال لنا 4 أيام، تعال لنا 3 أيام، باقي الأيام نخلي حق الناس ليدات يتواجدون بشكل يومي. ما نأثر على عملية بيع كتبهم، ما نأثر على عملية حضور أهاليهم لهم. شو الفائدة؟ أنا الحين جبت حد مشهور عنده 100 مليون متابع، 500 ألف متابع، أيا كان أيا رقم، عند الجناح زحمة، كمية ناس، وأنا عندي كاتبة جديدة. أهلها جايين يشوفون هاي الزحمة، ما يرمون يوقعون وياها
يعني ما يرمون ياخذون توقيع كتابها او شيء، البنت تطلع لهم من الجناح تروح برا عشان تعطيهم الكتاب. شو الفائدة يعني؟ وين تصوير الجناح؟ وين صح. الشيء اللي نحن كنا نبغى نوصل له، والهدف اللي كنا نحن حاطينه اساس دار قصة؟ لان انا يوم اسست دار قصة كنت اسمع مشاكل الكتاب وانا في دار الكويتية، سووا معنا كذي وسووا معنا كذي وسووا معنا كذي وسووا معنا كذي. زين انا شو اسوي؟ انا مو بصاحب دار. الحين الوضع اختلف، حد كأنك زعلت تعال خبرني. حطيت ايدك على المشاكل وحاولت تدور حلول لها. وانا مو معصوم من الغلط، كلنا استاذ. وعندنا تقصير في دار قصة، لكن في امور تغطي على هاي التقصير، في اشياء تغطي الايجابيات، تغطي على السلبيات. اما اذا انا بتم سلبيات الناس بتهدني. صح. وما عندي حد انا، وبقعد اكش ذباب في المعرض، دافع 50,000 على الديكور، دافع 20,000 على الايجار، هاي 70,000 بس كذي. هذا بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، وانا مو بايع غير 10,000. في ناس ترى هاي الامور مش ضاره ما لها، ما يعرفون اليوم مثلا ان الدار تتكلف في هاي الامور. اليوم الكتاب يتحرون الجناح ببلاش، يتحرون انا حصل الجناح ببلاش. لا فعلا صح، يعني كانت فكره سايده يعني عند في ناس الكثير يتحرون ان الديكور، المعرض مسوي لنا الديكور، لكن في المقابل في تكاليف قاعد تنحط، تكاليف كبيره بعد. وفي كتاب يقولون ليش انت ما تختار المكان. انا شو ارد عليهم؟ انا لما اطلب مساحة المعرض ما يعطيني هذه المساحة اللي انا احتاجها، شو اسوي انا؟ انا وصلت مرحلة في معرض من المعارض عندي 30 و40 كاتب في يوم واحد، وين اوديهم؟ لتون المعرض، طرشنا لهم مسجات على الواتساب، زعلوا يوم يكلموني انا، وين نسير؟ شو هالمسج؟ لان هم مش عارفين مو بعارفين شو اللي حاصل خلف الكواليس. نعم. بس قد ما نقدر نقول اهلا وسهلا، حياكم الله، مكانكم. بس استاذ ليش يعني ما تحاول مثلا ان يمكن بعض الامور تكون غايبه عن الكتاب وتكون امور اداريه اكثر مع دار النشر. اتوقع انه هم ما يخصهم انه يعرفون والله المعرض عطانا جناح او لا، بس ممكن يسالونك عن السبب مثلا. يسالوني نرد عليهم. اللي يسال قبل ما اي انا الحلقه كان عندي مكالمه مع احد الكتاب، وقالوا لي نبغي المساحه الفلانيه في المعرض الفلاني حق المعرض الجاي. قلت لهم زين الموضوع في ايد اداره المعرض، مش في ايدي. صح، مش في ايدي. اذا انا مجتهد ما حصل الدعم شو اسوي؟ فنحن نقول ان احنا نسوي كل شيء يفيدنا، ولكن في امور خارج ارادتنا ما نقدر يعني نتصرف فيها، مثلا امور اداريه في المعرض او امور اداريه من ناحيه. وما نتعدى حدود ادارات المعارض. شو هم اللي يشوفونه صح ترى ياسي يطبقونه، هم اللي ياسي يشوفونه صح يطبقونه. نحن اللي علينا اسمع التوجيهات اللي هم يخبرونا اياها. شيء غريب فعلا، يعني في امور فعلا ما تكون باينه للكل. وانا اقول لك انا واحده من الناس اللي كثير من الامور ما كانت ظاهره لي، لكن انا دائما اقول ان دار النشر دائما ان هي تبذل مجهود وتحاول كثر ما تقدر ان هي تطلع الاصدارات، وتحاول كثر ما تقدر ان هي تنظم، تقريبا غطت الجزء اللي عليها. في امور ثانيه، في جوانب ثانيه مو ظاهره، هذه نسالها دار النشر عشان تكون الصوره واضحه بالنسبه لنا وما نعقل اللوم على جهه معينه. هذه وجهه نظري. انا معرض من المعارض قبل سنه كان المكان زحمه وبرع زحمه، احنا ما دفعنا الايجار لان هم ما اعطوك الشيء اللي اتفقوا عليك، اتفقوا فيه معاك، مثلا ما اعطوك المساحه اللي انت تبغيها، او ما قدرت تستخدم حتى المساحات. المبلغ عندك اللي موجود ندفع في اشياء ثانيه كنا محتاجين نسكرها في نفس الوقت، والناس تشوف زحمه. لكن هاي الزحمه يمكن انا ما غطيت تكاليفي. هذه مشكله استاذ، يعني ما غطيت تكاليفي. في ناس تشوف زحمه انت تدخل ارقام، يا اخي انا ما دخلت ما سكرت تكاليفي. خاصه ان احنا في عالم النشر، يعني الناس تتكلم، الناس تقول ما شاء الله ترى الدار الفلانيه الزحمه. الناس يا اخي يمكن انا ما سكرت تكاليفي، انت تتكلم انت تقول يعني هو شيء ما يبان مثلا من ناحيه وجود جمهور يعني بشكل وايد كبير عند المعرض. يا اخي ممكن التي مكتبات وجهات حكوميه تشتري كل الاصدارات. انا عندي 20,000 عنوان في المعرض موجود، التي جهات حكوميه وجامعات ومدارس، التي تاخذ العناوين كلها. خلاص انا ما عندي كتب ابيعها في المعرض. ممكن كذي يستوي يعني
يعني جزاهم الله خير الجهات الحكومية بشكل مستمر في الدولة عندنا أو في دول الخليج يمرون ياخذون الكتب وياخذون يعني بكميات طيبة تثلج الصدر. يعني هذا روحه يغطي لك جزء من تكاليف. هذا واحد من جوانب الدعم اللي نقدر نقول عنه. الحصلة نعم. من الجهات الحكومية والأماكن اللي تحضر وما يقصرون، يعني الله حق ما ننكر هالشيء. لا جزاهم الله خير. صراحة ما يقصرون، وكل حد قاعد يبذل من الناحية اللي يقدر عليها. حتى الناشر نعم. اليوم تخف عليه التكاليف والحمل. صح. لكن بعد في المقابل في جزء كبير يعني نقول انه ما يتغطى بسهولة نظرا للتكاليف العالية، او حتى يعني طبيعة القطاع هذا. قطاع النشر من اصعب القطاعات، مش مثلا تجارة اني بضاعة ابيعها واحصل المردود يعني بشكل مباشر او بسهولة. انا اللي عارفة ان قطاع النشر من اصعب القطاعات، وان دار نشر تحصل ارقام في فترة قصيرة، هذا يعني يعتبر من النوادر انا اعتبره. لكن نحاول كثر ما نقدر ان نسوي كل الجهود اللي علينا، نسوي كل الادوار اللي علينا عشان نبرز. استاذ عبد العزيز، يمكن نحن تكلمنا عن الكاتب الجديد والاصدار الاول. تحاول كثر ما تقدر ان انت تحتضن الكتاب، واللي عنده اصدار جديد تقول يا مرحبا بك حياك الله، وانا بشوف الاصدار وبقيمه وبراجعه وبقول ان الاصدار هذا هي نعم النشر واللجنه ان شاء الله ترد عليه. هي نعم. بس متى تعتذر عن نشر كتاب؟ اليوم اللجنه تعتذر على نشر الاصدارات يعني كاتبين لنا 5 صفحات يقول ابى انشر كتاب. انا كيف اسوي لك 5 صفحات كتاب؟ اليوم اللغة العامية يعني الكتاب كله بالعامي، انا كيف اليوم انشر كتاب بالعامي كله؟ ممكن رواية تكون حواراتها بالعامية ممكن، لكن اغلب الناس اللي نشروا رواياتهم بالحوارات العامية في دار قصة، اقول لهم ترى مو بكل الدول الخليج تفهم اللهجة العامية عندنا. صح. وبلغتهم وينعدون على اصابع. اليوم يعني اليوم الكتب اللي نعتذر منها ايضا، نعتذر يعني عن استقبال الكتب هاي. شوي كلامي ملخبطني عشان يجمعون عدد. اليوم الكتب اللي نعتذر عن استقبالها تكون يا بالعامية، تكون يا يعني عدد صفحاتها قليلة، او عدد كلماتها يعني ما تتعدى 1000 كلمة. الملف مش واضح، فكرة الكتاب مش واضحة، القصة مش واضحة، ما في قيمة وما في ما هدف في منها. قيمة، ما في هدف، في أشياء تعارض تعارض قيمنا الإسلامية والدينية، تعارض قيمنا الوطنية. كيف أنشر هاي الأشياء أنا اليوم؟ فتحس يصير معك يعني أستاذ يعني بشكل كبير، ولا تحس المجتمع صار عنده إلمام بكل النواحي أو القوانين لازم هو يتبعها عشان ينشر كتاب؟ كل واحد أدرى ولا لازم بنفسه. توعية في هذا الموضوع؟ اليوم هم كل واحد عنده رسالة وهدف، وهو أدرى بقصته وأدرى أدرى بقصته وفكرته وكتابه. اليوم نحن نستقبل كتبهم، ولما يقولون شو سبب الرفض احنا نعتذر عن الرد ونقول لهم خلاص هذا رد اللجنة، يعني ما ندخل وياهم في التفاصيل. لكن هذا بيحطه في مكان في خطورة، مثل ما نقول إذا هو ما عرف السبب ممكن يلجأ لدار نشر ثانية، ودار النشر الثانية مثلا بناء على أرقامه بناء على هذا النشر توافق على النشر، وينحط الكاتب في موقف إنه يعني اليوم دور النشر هي شركات خاصة مش تبع جهات حكومية أو جهات شبه حكومية. نعم. أو جمعيات ذات نفع عام. حتى اليوم نحن مثلا يعني مثلا نتعمق مع الكاتب في هذه الأمور، لأن هذه مثلا اليوم لما أنا اليوم في الشهر يوصلني من 200 إلى 300 إيميل. يوصلني اليوم يوصلني من 200 ل 300 بريد إلكتروني. أنا لما برد على كل بريد واضح ومش واضح هذا يستهلك مني جهد وطاقة وموظفين. اليوم هاي كشركة خاصة أنا أدفع من جيبي، من 300 نطلع كاتب أو كاتبين. خاصة البعض لما نقول لهم نستقبل أعمالكم للمعرض الفلاني يتحرون مسابقة. والله العظيم فيتسابقون إن لا نحن نبغي نحط في المنشور الجاي نبغى نحط ليست مسابقة.
بس في جانب فعلا لازم ينتبه عليه الشخص الجديد اللي يقدم الإصدار، أنه يبحث عن سبب الرفض. حتى لو دار النشر يمكن ما حصلت المجال أن هي تعطي الإجابة، هو يبحث، يشوف النص عنده شو الخلل في النص هذا، شو يعرض. حتى مو بغلط أنه هو يعرضه على أشخاص مختصين في أنا هذا أغلب المجال. الدور النشر الإماراتية رفضت كتابي الأول. السبب؟ ما أعطاني سبب. واليوم أنا أنافسهم في نفس المكان، أنافسهم في نفس المكان، هو هني أنا هني. بس وفي هذا دور الحين نشر سكرت. الحين في جانبين أستاذ. أنت الحين قلت إن رفضوا الكتاب الأول، في المقابل الكتاب الأول ما شاء الله انتشر، لكن هل الرفض اللي أنا حصله في مكانه ولا مش في مكانه؟ انتشر لأني أنا أشكر الشخص اللي كان مؤمن في هذا الكتاب وفي قدرات الكتاب، وكان مؤمن إنه يبني شخصية عبد العزيز في هذا المجال. جميل وايد، يعني كان داعم لعبد العزيز. طلال سالم ما قصر، الشاعر طلال سالم الصابري ما قصر. جزاك الله خير. هذا اللي نحن نقوله ورد عليه، ان انت لما تحصل الرفض هذا مو في نهايه الطريق. واول ما وافق علي، مش نهايه الطريق هذا. اول ما وافق علي قلت له بسوي حفل توقيع للكتاب في مركز الشباب اللي هو الحين مقر المؤثرين في دبي. في دبي. خاطبت الجماعه وما قصروا، اعطوني كل الدعم اللي احتاجه، واللي حضروا كانوا 4-5 بس من ربعي، واهلي موجودين، ما كنت اعرف حد. وقلت بس بسوي حق التصوير، بس هاي البدايات. هاي البدايات. قلت بسوي الحفل حق الشو، بنزل في حسابي. يعني لو كنت مسوي دعوات حق الناس كانوا بيحضرون. نعم. لكن ما كنت أعرف يعني الناس المهتمين في هذا المجال وايد. لأن اليوم أنا إذا بسوي كتاب ولا بسوي لي وجبة في مطعم البرجر كل حد بيحضر. صح. اليوم يعني الكلمة اللي انقالت لي من يدي الله يحفظها يعطيه طولة العمر، قال لي أنت فاتح دكان كتب، سير افتح لك دكان بيع خضرة وفواكه أحسن لك. ما عندهم المام أستاذ بأهمية القطاع هذا، وفعلا هالشيء نحن نشوفه. يعني مثل ما تقول ان اهتمام الناس والجمهور بالقطاعات الثانية او بالمشاريع الثانية اكبر بوايد من الكتب. ما في المقابل ان تشوف لا صديق عزيز عليك هو اللي طلع الكتاب وهو اللي نشر، واحيانا هي يعني ينشر ان حضور حفل توقيع، لكن تنصدم انه في حفلات التوقيع مش كثير منهم هم داعمين، مش انه مش داعمين، لكن ما عندهم اهتمام كبير بالتواجد في هاي الاماكن. اليوم انا يعني من خلال تجربتي في معارض الكتب وتجربتي البسيطة يعني مش الكبيرة، اغلب حفلات التواقيع يجون بس للكاتب الفلاني او الكاتبة الفلانية اللي هم من عندنا مثلا، ياخذ كتابه يروح يقول انا جاي بس اخذ الكتاب واروح، دعما للشخص، وجزاك الله خير ما قصرت ياهم. هذا اللي انا ابحث عنه في الوقت الحالي، هذا اللي ابحث عنه. انا ما ابحث اني انا اجيب حد مؤثر يغطي لي تكاليفي، وما انكر ساعات اقول لا انا لازم احتاج. انت تبغي الداعمين اكثر، الاشخاص المؤمنين بالكلمة، تؤمنون بهاي الكلمة، تؤمنون بالناس. كل شخص اليوم عنده رسالة، عنده هدف يبغى يوصل هذا الشيء. يا اخي اليوم يقولون والله الكتاب الفلاني سطر واحد مكتوب، اذا انت كنت تعرف هذا الشخص شو كان فيه لما كتب هذا السطر؟ ما كنت اعرف. وللأمانة وصلتني رسالة في مرة من المرات من شخص، أنا سألت الشخص هذا، كان عندي فضول كيف كانت البدايات، فقال لي أنا تواصلت مع دار قصة عن فكرة الكتاب، وصاحب الدار نفسه أو مؤسس الدار نفسه في نفس اليوم في نفس اللحظة تقريبا رد علي بالموافقة، لأن القصة كانت جدا إنسانية، مع أنه كان الكتاب الأول كانت قصة وفاة شخص عزيز عليه. اللي وصلني إنه مباشرة أنت رديت، ومباشرة أنت تأثرت بمحتوى الكتاب، وعطيت تأييدك للكتاب ودعمته، وفي المقابل طلع الكتاب الأول ما شاء الله عليه، طلع الكتاب الثاني بعدها، وطلع أتوقع أن عرفت الشخص زين. فهذا الدور اللي نحن نقوله، نحن نبغي أشخاص تدعم وجود الكاتب، تعرف أن الكاتب هذا عنده قصة يبغي يطلعها، تعرف الكاتب هذا عنده رسالة، هو ما حط القلم بيده وتم يكتب من فراغ. أحيانا يعني حتى كتاب الخواطر، الناس يقولون أن الخواطر يعني ممكن يكون كلام يعني عادي، مش إنه يعني يعتبر من النصوص الأدبية. أنا أقول أن الخواطر لا، هاي كل كلمة تطلع سواء في قصة، سواء في رواية، أو سواء في نصوص، تحمل قصة، تحمل شيء
الشخص هذا يبغي يوصله بطريقة أو بما. فكونك أنت تؤمن بالشيء هذا، تؤمن أن صديقك أو أخوك أو أختك موجودين في هذا المكان عشان يوصلون رسالة، أنت بتكون من أول الداعمين له. شو رأيك؟ بالعكس، يعني أنا اليوم أتفاجأ في دار قصة اليوم. يعني مثلا عندنا عدد كبير من الكاتبات الله يحفظهم، أزواجهم هم اللي يوصلونهم معارض الكتب، هم اللي يجيبونهم. جزاك الله خير عبد العزيز، ما قصرت. اليوم الإخوان، الآباء، الأمهات، الكل يحضر. اليوم نحن مسوين هذا المجتمع الأسري في دار قصة، حتى في غيابي هم يعتبرون نفسهم أخوان وخوات وأهل. اليوم إذا شافوا غلط أو شافوا في تقصير أو شافوا أي مشكلة في الدار، هم بنفسهم يبادرون عشان يحلون هاي المشكلة. وهذا الشيء نحن نطمح له أستاذ عبد العزيز، مش بس في دار قصة، في أغلب دور النشر. نحن ما نقول دار قصة مثالية 100%، مثل ما أنت تفضلت 10% مثالية. هي أنت في جانب 10% ما بنقول لا حرام 10% مثالية نحن. بس في نقاط قوة فعلا تتلاحظ، في جوانب ممكن ان احنا نحسن فيها ايد بايد بتعاون كل الافراد في دار قصة. لكن نحن نلتمس من دور النشر الثانية ان حسسوا الكاتب انه هو جزء منكم. اليوم كل دار لها سياسة، كل دار لها توجه. نحن ما نقدر نجبر اي دار سير عند الشخص الفلاني او سوي الشيء الفلاني او الشيء الفلاني. اليوم انا كنت اشتغل في ديكورات، كنت اشتغل بطريقة فردية لاني احب انزل الميدان. ياني الاخ محمد قنديل من دار من الهمون، اخ وعزيز وغالي، قال لي سنتين يقول لي ليش ما تشتغل بهاي الطريقة؟ اقول له لا. يقول لي ليش ما تشتغل هاي الطريقة؟ اقول له لا. يا محمد ما ابغى اشتغل كيفي. جزاه الله خير، اول ما سمعت كلامه الكل اشاد اليوم في تصميم احد المعارض. شو هالجناح الحلو، شو هالمكان الفخم. ليش؟ لان انت جزاه سمعت الله خير. راي. سمعت راي محمد. سمعت راي. سنتين يحن على راسي. محمد قنديل بيشوف الحلقة سنتين يحن على راسي وانا ما اسمع كلام. اقول له ما بسمع كلامك يا اخي. بس صح كلامه. اليوم انا لما ادفع هذا المبلغ على الديكور، هذا يعتبر جزء من الماركتينج. صح. هذا اساسا هذا نقول الحمل الاكبر للمشروع. انا الحين مثلا مش في موضوعي اني انشر كتب بس، انا اسوق للاشياء اللي عندي. انا اسوق للكاتب واسوق للكتب، فهذا واحد من الاساليب. عال شو نقول حق كاتب ينزل كتاب لا حاط في انستغرامه ولا حاط في السوشيال ميديا ولا حاطه في مكان، طيب كيف بيعرفونك؟ ولا ولا ضايف الحساب الدار عشان يعرف اخبارنا ولا يتواصل ويانا، يجينا يقولنا والله انتم ما بعتوا كتابي. كيف هم يمكن فاهمين الموضوع بطريقه ثانيه. كيف انا ابيع كتابك وانت ما عندك خبر عن الكتاب، ولا ترد علينا ولا تسوي لنا سالفه ولا تتواصل ويانا ولا تحضر المعرض؟ هني استاذ انا عندي 100 شخص، ما بقدر اراضي 100 شخص. انا عبد العزيز ما اقدر اراضي 100 شخص ولا اقدر اراضي شخص واحد. انت ليش زعلان؟ تعال حل الموضوع ودي مع الدار. تعال ادخل عليهم على الواتساب، قول لهم عندي مشكله، بيقولوا لك طرش مشكلتك على الايميل خلال 24 ساعه. اذا ما ردوا على الايميل عقبها حزتها تعال كلمني. هي في حلقه مفقوده في النص استاذ. الكثير من الكتاب او الكثير من الاشخاص، انا ما اقول اللي يتعاملون مع دار قصه، مع اغلب دور النشر، يمكن ما عندهم الالمام الكافي اللي يقول ان مثلا انت عليك مسؤوليات. انا اقول تقريبا 70% عليك و30% على الدار، وهذا فعلا اللي انا اشوفه وانا اللي قاعده اشتغل عليه والكثير قاعد يشتغل عليه. انت اليوم مجهودك 70% هو اللي راح يأثر على الكتاب، هو اللي راح يطلع. 70% هذه كيف تطلع؟ تطلع مثلا بتسويقك للكتاب، تسويقك للفكرة، ظهورك قدام الناس، اللي الحين صار ضروري جدا وجودك في الساحة ووجودك في منصات التواصل عشان انت توصل رسالة الكتاب هذا. فيمكن هاي النقطة غايبة عن الناس، ان انا طلعت كتاب خلاص الجهد على دار النشر، ليش طبعا. انا اطلع؟ ليش انا اتكلم؟ اذا انت ما تحضر لا تتحاسبني عقب. اذا انت تجيني المعرض واقف كذي بس ما تبغى تسولف ويا حد، نقول لك روح سوق لكتابك، روح اتكلم، روح سوي شيء. بس كذي واقف يعني ما تبغى تسولف، يعني ما يستوي. يمكن يحسون شوي انتقاص منهم استاذ عبد العزيز، ولا شو رايك؟ لا انا ما اجبرك انت توقف، لا اصقر الشخص، ما اجبرك اقول لك اوقف اصقر الشخص وبيع له كتابك. لا انا في معرض الشارجة من 2021 لين 2025 انا ما عندي مسوقين.
من 21 لين 25 انا ما عندنا مسوقين في معرض الشارجة للكتاب، ما عندنا مسوقين، اللي موجودين هم اصحاب الدار، اهل الدار، ما عندي مسوقين. وانا لو عندي مسوقين عارف اني بطلع مبالغ حلوة من هذا المعرض، بس انا ما عندي مسوقين. ليش؟ لان انا اعطي الفرصة للكتاب يوقفون حوالين الجناح. فهذه دعوة منك ان أنا انتم شدوا بإمكاني- حيلكم على كتبكم. انا بامكاني اجيب مسوقين اقول ما حد يحضر المعرض، لا تحضرون، لا تحضرون ولا تجلسون تسووا لي ميلس ولا حد يحضر. بس نحن نقول هذا المكان البيت بيتكم، هذا المكان مكانكم. اذا انتم ما تخافون على المكان ما حد بيخاف عليه غيركم. اذا صح. انتم ما تشيلون المكان ما حد بيشيل المكان غيركم. اليد الوحده ما تصفق صح. اليوم. هو بتعاون كل الأطراف. وفعلا هالشيء نحن نبغي نوصله للكتاب، ان شدوا حيلكم. الساحة ساحتكم، صح دار النشر خذت العقد ووقعت معاكم ونشرت الكتاب، لكن الجهد الأكبر عليكم. الكتاب ما ينجح مثل بإيد وحدة، لازم كل الأيادي تتكاتف مع بعض عشان الكتاب هذا يطلع، لأن الكتاب إذا نجح معناته دار النشر نجحت. وهاي المعادلة اللي أنا أشوفها. انت اذا تشوف انا طلعت كاتب، سواء كاتب مبتدئ او كاتب عنده خبره، هذا بالنسبه لك انت نجاح. انا اليوم عندي عدد كبير من الكتاب ما طافوا 50 نسخه مبيعات، هل انا طلعتهم؟ لا لا ابدا. ما قلت لهم مع السلامه، انت تبغي تروح خلاص طرش ايميل وروح مع السلامه. اما انا اشوف ان انت ما بعت، هذا ال 950 نسخه اللي موجوده عندي هاي محملتني تكاليف سنويه للتخزين، تحملني تكاليف المعارض، الشحن. شو الفائدة على أنا أساسي هذا كله؟ صح. إذا أنت ما تحضر، إذا أنت ما تحضر، ما تصور، ما تتكلم، شو الفائدة على أنا أسوي هذا كله؟ هو جهود مشتركة أستاذ. جهود مشتركة بين الطرفين. لكن أنا أقدر أقول يمكن عندي سؤال أستاذ في هذا الجانب. أنت الحين كمؤسس دار وككاتب في نفس الوقت، شو تقييمك للكتاب الناجح؟ كيف أنت تقول إن الكتاب هذا عندي ناجح؟ هل بمبيعات الكتاب، ولا مثلا تشوف الكاتب هذا مؤثر وله وجود كبير في السوشيال ميديا حتى لو ما باع نسخ كبيرة؟ شو معيار النجاح عندك للكتاب؟ اليوم في أكثر من معيار. أنا خاصة الكتاب لما يوني في معرض الشارجة وأبو ظبي، بنقارن معرض الشارجة وأبو ظبي أو بدون مقارنات، لما يني الكاتب جايبين من كتابه بحكم عملية البحث على حسابه في السوشيال ميديا، إذا باع 100 نسخة وخلصها في معرض الشارجة أقول لك كفو عليك. إذا خلص 200 نسخة أقول لك كفو عليك. إذا خلص 50 نسخة أقول لك كفو عليك. وفي ناس تزعل تقول ليش والله كتبنا خلصت، ترى لأنك أنت إنسان ناجح كتابك خلص في المعرض. صح. أنت ليش تزعل من أن والله كتابي مو موجود أنا اليوم؟ إذا مو موجود لأنه خلص، لا ليش خلص؟ وفره مرة ثانية، ترى الكتاب خلصت قبل شوي. صح. وانت انسان ناجح، في ظل غيابك الناس تبحث عنك. فنقول يعني عدد المبيعات ممكن نقول واحد من المعايير. واحد من المعايير عدد المبيعات. رقم 2، اليوم انت القنوات التلفزيونية تتسابق حتى تستضيفك في قنواتها. اليوم اي كاتب من الكتاب اللي عندي 90% منهم اول ما تنزل الصورة في السوشيال ميديا في قنوات تلفزيونية تدخل عليها انت تبغى تستضيفهم. الكتاب ما طلع، يبغون يستضيفونهم. وانا اوجه التحية لهاي القنوات لانها هم سبب في نجاح دار قصة. اليوم اغلب كتاب قصة طالعين في القنوات التلفزيونية. صح. اليوم اغلب كتاب قصة في الصحف المحلية. والحين حتى في مبادرات جاية راح تكون حكومية، راح يطلبون منا في كل معرض عربي او معرض خليجي او معرض دولي، وهذا شيء للبودكاست حصري، راح يطلبون منا كتاب عشان يسافرونهم. يعني جهود حكومية بالتعاون مع دار قصة، مع دور النشر الإماراتية. جميل، مش دار قصة. مبادرة جدا جميلة يعني. لكن هاي الجهة الحكومية راح تشوف الدار المتميزة، الدار اللي عليها ضوء، الدار اللي هي اللي تتحرك. أنا أتوقع هذا الشيء راح يشوفون دور النشر الفعالة، راح يختارون الكتاب من هناك. لما بيخبرونا نحن راح نسوي عملية الفرز والجرد من الكتاب اللي يستحقون يروحون. ممكن هذا الكاتب ما يبيع، بس يتواجد، يصور في السوشيال ميديا، يغطي، يحطي الصور في كل مكان.
هذا نحن هذا اللي نطرش هذا اللي نحن نطرش اسمه. فهذه دعوة للكل يحضر. يعني إنه يشد شدوا حيله حيلكم ويشتغل على الفترة نفسه. الجاية نعم. إن شاء الله فترة خير مقبلة على الكتاب. أنا أشوف صراحة قطاع الثقافة قاعد يكبر بشكل وايد كبير في الإمارات أستاذ. يعني هيئة يعني خصوصاً في الشارقة السنوات للكتاب على مبادراتهم، على رئيستهم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، كل فترة يستطلق مبادرات خاصة لدعم الناشرين ودعم الكتاب. وأيضا الفترة الماضية شهدنا مهرجان الشارقة للآداب. هذا المهرجان كان مخصص لدور النشر الإماراتية. نعم صح. اليوم كل فترة قاعدين نشهد مهرجانات محلية جديدة مثل المهرجان الإماراتي مهرجان نعم. الشارقة للأدب اللي كان في يناير نعم. الماضي، كان في الدورة الأولى. فمن ناحية المبادرات الجهات فعلا مو مقصرة، الجهات قاعدة تحاول وقاعد تسعى ان هي كثر ما تقدر تطلع القطاع الثقافي بأحسن صورة. لكن انتم اللي عليكم شدوا حيلكم، اطلعوا ابرزوا، طلعوا ابداعاتكم. مش بس انا نشرت الكتاب وخلاص ينتهي دوري، لا، انت من نشر الكتاب من اول ما حطيت اول كلمة هني ابتدى دورك مش انتهى دورك. اليوم بعض الكتاب يفضل يروح عند الدور النشر الخليجية. انت لما تروح دار نشر خارجية، الجهات الحكومية ما تروح تبحث عنك في دور نشر خليجية، تروح تبحث عنك في دور النشر المحلية. صح. اليوم لما في معرض كتاب، الجهة الحكومية حابة تاخذ مجموعة إصدارات من دور النشر، هل بتاخذ من دور النشر الخارجية ولا دور النشر المحلية؟ أكيد نعم. بتاخذ من دور النشر المحلية. فهني الجهد فعلا على الكتاب ان شدوا حيلكم شدوا حيلكم واطلعوا كثر ما تقدرون. صح. ونحن اللي علينا ما نسوي. الشخص فعلا الجهات او اي حد مسؤول في قطاع يشوف الشخص البارز حتى لو كانت مبيعاته قليله. صح. ممكن شخص يجتهد في امور احيانا مش بايدنا نحن. صح. يعني المبيعات هاي مش بايدنا. اليوم الظروف الجويه هي حتى اصلا تحكم في بعض المعارض. صح. انت متامل اليوم عندك مدارس البنين او البنات، تقول مدارس البنين في معرض مسقط ما تحصل مكان. صح. لكن إذا استوى مطر ولا استوت عواصف رعدية عواصف رعدية وبروق ولا أي شيء يعني طقوس في الجو ما حد بيه. أكيد. ما حد بيه المعرض، وأنت تبي خسرت يوم، خسرت مبلغ أنت كنت حاسب إنه بيدخل عليك. صح. هاي كلها عوامل تؤدي لبعض المعارض، إن المعرض الفلاني عندك يعني في معرض الدوحة في يوم أغلقوا الشوارع، حضر الرئيس الأمريكي ترامب الدوحة واغلقوا الشوارع، الناس فانت ما تعرف شو الظروف اللي ممكن تستوي، ما تعرف شو الظروف اللي تحكمك انت. اليوم سنة من السنين انا حضرت معرض مسقط، مطر برا، ما في حد في المعرض، وهذا يعتبر خسائر اكيد. هاي خسائر من يتحملها؟ الا هي الشركة نفسها، دار النشر نفسها. فعلا هاي الامور يعني نحن نبغيها توضح للكل، عشان مثل ما نقول نحط النقاط على الطاولة او نحط كل شيء على الطاولة عشان نشوف له حلول. انت اذا النقاط مش واضحة عندك ما بتقدر تحكم، ولا تحكم اذا الشيء مش واضح عندك. النقطة مش واضحة ارجع للدار، اسأل ليش صار الموضوع هذا عشان تاخذ الصورة الكاملة، وبعدها تبدأ تناقش شو الحل اللي ممكن اليوم نطلع فيه. الكتاب اليوم إذا واجهوا أي مشكلة طرشوا الإيميلات، ولنا الحق باتخاذ كافة إجراءاتنا القانونية. الإجراءات القانونية شو أنت يقصدون كيف تاخذ إجراءاتك القانونية وأنت مو قاري العقد؟ أيوة، هاي النقطة اللي الحين أنا بدخل فيها، واللي هي أنا أعتبرها محور سوء الفهم اللي أحيانا يصير بين الكاتب ودار النشر. العقود اللي تطلع من دار النشر وتتسلم للكتاب، سواء كان كاتب جديد أو كاتب عنده إصدارات، شو الأشياء اللي تحبون الكاتب أو تبغون الكاتب يركز عليها ويفهمها؟ أنا الحين مثلا لما يجيني العقد وأوافق عليه، إذا أنت كاتب جديد لا تقول أبغى العقد مدة سنة، أقل شيء كم؟ 3 سنين. ليش أستاذ؟ شو السبب؟ لأن خلال هال3 سنين أنت يا أخي يمكن تفكيرك يتغير، تقول خلاص أنا ما أبغى أستمر في هالمجال، بركز في مجال ثاني كنت بخليها لنفسي. ممكن أنت تحضر أكثر من معرض، تشوف نفسك أن أنت كسبت جماهير في دول معينة، راح تضطر أن أنت تشجع نفسك وفكرك تسوي لك كتاب ثاني. بس العقد 3 سنين ما بيربط الكاتب أستاذ عبد العزيز؟ عادي يقدر ينشر في دار نشر ثانية، بس حكم البنود اللي في العقد ممكن ان بعض الدور النشر تقول له انت مالك الحق ان انت تطلع من دار النشر. لا ما في حقوق حصرية مثلا، ما في احتكار للكاتب نفس اللاعب، ما في
عادي اذا هو موجود هنا يقدر يوقع مع هاي الدار، يقدر يوقع مع هاي الدار بس عادي. يظل بعض الكتب انه الكتاب اللي نشر في الدار الفلانيه الكتاب بيظل معاها موجود. هنا. لكن في بعض الدور تقول هذا الكتاب خلاص حقوقه مدى الحياه حقنا، سلم على الكتاب مع السلامه. ليش كيف يعني؟ في عقود من دور نشر العقد الكتاب هذا حقنا مدى الحياه خلاص. هو فعلا يعني هو احيانا يوقع ما يعرف. هذه النقطه. انت طيب ليش ما سالت عن الموضوع هذا؟ تعال اسال اهل الخبره. وايد كتاب اقول لهم لا تدخل قصه، لا تدخل، ما اقول لك تعال ادخل قصه عشان احصل من وراك فائده او ماده. تعال قل لي هذا العقد زين او لا. اليوم في دور نشر ما تحطي تاريخ توقيع العقد. انت لما ما تحطي تاريخ انت لما ما تحطي تاريخ توقيع العقد، اتوقع العقد هذا مفتوح يعني بيكون قانونيا اتوقع ان هذا العقد باطل، وانت موقع على عقد باطل. يعني هذا بحكم هذا احيانا يكون سؤالي ان العقد هذا اتوقع باطل. بس استاذ يعني انا دائما افكر ومالك حق بالكتاب الإيداد. تسال، هي مالك ما حق عندهم تسأل. الفكره استاذ يعني. نحن نطرش لك اليوم على الايميل عقد او على الواتساب عقد، في ثانيه واحده انت ترد العقد، في ثانيه واحده انت ترد. اقرا البنود يا اخي. يمكن يا اخي الموظفه مخربطه في الاسم ومخربطه في رقم الهويه، بس اسم كتابك صح. انت وقعت بعدين بعد 3 سنوات لما تبى حقوقك تقرا شو موقع انت. حولت الفلوس وسويت كل شيء وفي النهايه شو؟ هاي نقطة وايد مهمة استاذ، لأن فعلا يعني في بند كثير مكتوب مثلا بعد خصم تكاليف، بعد خصم التكاليف الإدارية والرسوم الإدارية، في دور نشر تقول 10%، في دور نشر تقول 15% من قيمة الربح الإجمالي. نخصم هذا المبلغ. في ناس تقول والله نخصم مثلا 3000 أو 4000 رسوم أو 6000 رسوم إدارية. هاي بعد خصم 1000 نسخة نخصم هالمبلغ، ونخصم المبلغ النسبة الفلانية. خلاص النسبة راح المبلغ كله. راح المبلغ كله. شو شو اللي تملك؟ بقى 1000 شو اللي درهم. بقى للكاتب؟ تملك 1000 درهم ولا 2000 درهم؟ يعني على هاي الفترة كلها وعلى هذا التعب كله ووقفتي في المعارض استلم 1000 درهم ولا 2000 انت درهم؟ لازم تقرا يا اخي. يمكن مثلا انت وقعت على نسبة 20-30 ودفعت هالمبلغ، يمكن بعد سنة انت خلصت 1000 او خلصت 900 او 800 هذا الدار تقول خلاص نحن بنشتري النسبة هاي الثانية الكمية المتبقية. تبى تجدد؟ لا ما ابغى اجدد. خلاص اوكي مع السلامة. خلاص اللي انت دفعته رديته، بعد تعتبر انت مو خسران. تحس ان بعض دول النشر تستغل النقطة هاي جهل الكاتب بأساسيات ما ادخل في نوايا. لا نحن بدون ما نذكر اسماء، نحن نتكلم بشكل عام. يعني حتى مثلا في احيانا لما ينبني العقد بين دار النشر والكاتب، يعني وفي ناس ينقال لهم انت مالك ما عندك شيء عندي، سير سوي اللي تبغى، سير سوي اللي تبغى، ما عندك شيء عندي. في دور نشر تتكلم بهالاسلوب. عيل وين كانت جمال البدايات؟ انت لما ياك الكاتب في البداية واحتضنته وقلت يعني حياك الله معانا. مو يعني وقت الفلوس في ناس فيها يعني ضعف نفسي. حتى لو يعني في طريقة بالود تبغى تفسخ العقد طرش ايميل ورد عليك بالايميل السلام عليكم وعليكم السلام ومع السلامة. ما ينفع ان انت في البداية تكون زين عقب انت تقول له تفضل خير شو عندك شو تبغى. لا مالك حق. نحن يوني وقعون ويانا بعد المعرض على طول. كم ارباحي انا كم بعد؟ يا فلان اصبر تونا مخلصين اول معرض بسم الله. نرد عليهم تونا يعتبرون الموضوع تجارة بيع وشراء. طبعا نقول لهم تونا بسم الله تونا نحن مخلصين معرض. تريع على الاقل سنة. بعد سنة اذا ما كلمناك افهم ان ترى انت ما طفت 1000 نسخة. نحن اذا ما ردينا عليك بعد سنة ما قلنا هاي يعني ان انت بتستلم ارباحك يا بعد سنة اذا بعت 1000 او بعد 3 سنين. انت لا كلمتنا بعد سنة ولا نحن كلمناك ولا بعد 3 سنين كلمناك وكلمتنا. انت مو بايع 1000 كيف تاخذ حقوقك؟ بس استاذ يعني مش من حقه انه يحصل مثلا على الاقل له تقارير او مبيعات خلي يطلب يحصل. هي توضح له الصورة. طرش ايميل قول انا ابغي تقارير مبيعاتي بعد سنة يوصل لك التقرير.
بكل شفافية. يوصل لك، بس ما يوصل لك مفصل والله نحن بعنا حق المكتبة الفلانية، بعنا حق المعرض الفلاني. هي الفكرة انه يعني تكون الصورة واضحة بجمالي انت بالنسبة بعت له. حق نعم. المكتبات كذي، بعت حق المعارض كذي. جمالي. تفصيلي اليوم انت صعب اصلا، صعب في مجال النشر، صعب انت تذكر بالتفصيل شو بايع. انت كيف بتتذكر في معرض ياك 4000 5000 6000 شخص تذكر والله هذا انباع حق المعرض الجهة الفلانية، هذا حق المكتبة الفلانية، هذا حق المدرسة الفلانية؟ ما يستوي. صح. خلاص السيستم مكتوب، خصم مكتبات هذا ينعرف حق جهة حكومية ولا حق مدرسة ولا حق حق اذا الشخص عادي ترى مكتوب سعر الكتاب. وتحس استاذ نحن محتاجين مثل تشريع او جهة رقابية مثلا، او جهة تنظم العملية هاي بين الكاتب والناشر. موجودين جمعية الناشرين ما يقصرون ويا الناس. شو دورهم؟ اي كاتب اليوم عنده مشكلة مع دار النشر يروحون جمعية الناشرين، هناك عندهم هي جهة حكومية صحيح؟ جمعية ذات نفع عام. نعم. ما يقصرون، انا اودي العقد هناك اقول انا عندي مشكلة ويا الدار كذا كذا كذا، هم يتواصلون مع الدار، يشوفون الجهة القانونية عندهم مع الدار، يشوفون هل في شيء غلط في الموضوع. يعني هم كأنهم جانب قانوني او جانب استشاري في هذا. جانب قانوني استشاري دعم لدور النشر، وما يقصرون يا ولا حد جمعية الناشرين، ما يقصرون ويا اي حد يدق بابهم. يعني هي الجهة اللي الكاتب مثلا او الناشر سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي للدار، انا رحت له قبل ما افتح الدار شرحت له مشكلتي، وبعد شهرين سلمت عليه قلت له ابو محمد هذه الدار، وهو ما توقع اني انا اصلا افتح الدار. ومن من اوائل الناس اللي يدعمون دار قصة لين اليوم. جزاه الله خير. اليوم جمعية الناشرين تقول لي ليش انت ما تحضر معانا دول الخليج، ليش ما تحط، هم عندهم شركة توزيع، شركة منصة للتوزيع. نعم. هاي الشركة تدعم دور النشر المحلية الصغيرة، تدعم دور النشر المحلية الصغيرة، تاخذ كتبها توزع الكتب وتبيع الكتب مقابل نسبة من غير ما ياخذون اي درهم. يقولوا لي يا عبد العزيز تعال معنا، انا اليوم اقول لهم في دور نشر ثانية جديدة تستاهل الدعم، انا اليوم اروح بنفسي المعرض، ليش ما تي معنا معرض الرياض، ليش ما تي معنا معرض الكويت؟ يا جماعة ترى انا مشارك روحي، عطوا الفرصة لغيري. صح. يسألون الكل بلا استثناء، يسألون الكل بلا استثناء ويوقفون على الجدل والخلافات والامور هذه شيء، وما يقصرون نهائيا. يعني نحن هذا الشيء اللي نقوله للكتاب، في حال واجهتكم اي مشكله روح جمعية أو خلاف، مكانهم في مبنى، نعم. مكانهم في مدينة الشارقة للنشر، ارجعوا للجهة فيها مختصين وفيها اشخاص. يا اخي يمكن انت غلطان مو بقاري العقد عدل، او ممكن في نقطة مش واضحة مثلا مش واضحة مثلا، وتطلع انت يا الكاتب انت غلطان، وين بتودي وجهك عقب؟ انت لا بتحضر المعارض ولا بتهتم لكتابك ولا بتسوق لكتابك، والموهبة اللي كانت عندك راحت، بتفقد شغفك. هو كله استاذ يطلع للخطوة الأولى اللي هو العقد. إذا أنت مش قاري العقد وفاهمنا كلمة، يعني أنت ما بتقدر حتى تجادل على العقد أو تجادل على المبلغ اللي أنت تبغيه. مكتوب لك النسبة الفلانية، مكتوب لك للمكتبات، مكتوب لك في خصم تكاليف إدارية، مكتوب لك ممكن إذا أنت ما بعت النسبة الفلانية يعني النسبة الفلانية ممكن الدار تفسخ عقدك، ممكن أنت تصير تتكلم على الدار وصاحب الدار يعرف أنك تتكلم عليه. بس لو ترجع للمستندات وللعقود بتشوف إن أنت غلطان. لكن شخصية أصحاب بعض الدور تعرف تقول أنا بكبر راسي، يعني أروح أقول له والله أنت تكلمت علي وبكنسل عقدك، شو بيصير؟ فتحس إن وجود الجهة هذه يكفي. وبعدين أنا لو بروح أفتح قضية على أنا ككاتب بفتح قضية على أي دار نشر أو بس أقول بسم الله بدفع مبلغ وقدره. صح بدفع مبلغ وقدره. ومن شيء بعض الكتاب يشوفون إن حقوقهم ضايعة. وليش أصير أعور راسي؟ عطني براءة ذمة بروح دار نشر ثانية وخلاص مع السلامة. يصير والله كثير نسمع فيهم. فهاي دعوة لكل الكتاب، لكل الناشرين، بعد عندك مشكلة الجأ للجهة المعنية، لجمعية الناشرين، كلمهم، ممكن حتى يوجهونك، مش انه يعني يقولوا لك شو تسوي شو الصح. يا اخي ممكن حتى براءة الذمة انت يمكن ما تحصلها، تليفون من جمعية الناشرين اصحاب الدور يقولون ان شاء الله حاضر، خذوا ورقة براءة الذمة ومع السلامة. صح.
فعندكم اي مشكله الجهوا لجمعيه الناشرين، وان شاء الله يعني ما يقصرون. الامور طيبه. استاذ عبد العزيز، يعني نحن في هالجانب نقول ان نحن مو محتاجين اي قانون زياده فيها يحمي الحقوق، ممكن تطلع قوانين مستقبليه ما نعرف. وخصوصا مع نمو قطاع الثقافه وقطاع الاعلام، مجلس نعم. الامارات للاعلام الله حق ما مقصرين اليوم، ما مقصرين. كل فتره نشوف تطورات حديثه ومبادرات ومبادرات. اليوم انا شفت اليوم في معرض ابو ظبي، انا شفت الامين العام لمجلس امارات الاعلام. نعم. قلت له شكرا، لان اليوم انا ما قاعد اعاني عشان احصل الترقيم الدولي. اذا جت موافقه اذن الطباعه الرقم موجود، الرقم نعم. الدولي موجود. قبل انا كنت احتاج يومين لين ما يطلع الرقم الدولي. ففي جهود مبذوله الحمد لله، في جهود مبذوله وما مقصرين الله حق، ويسمعون الناس، واذا عندنا اي ملاحظات نتواصل وياهم. وهم الجهه الرقابيه على نشر الكتب في دوله الامارات. مبتدئ والكاتب. هي استاذ عبد العزيز، في نهايه النقاش هذا فمو بعيب الواحد يتعلم، مو بعيب الواحد يسال عن اي اكثر يعني الامور اللي تساعده انه ينتشر وكلمته تنتشر، لان في النهايه انت محتاج الادوات هذه. صح. يعطيك العافيه استاذ عبد العزيز، كان حوار شيق استمتعنا فيه. شكرا للشمس وغرفة بودكاست، حمسوني أكون مذيع وأسوي بودكاست. الشمس ما شاء الله يعني حاضنة للإبداع، نحن مثل ما نقول، وحاضنة للطاقات. اللي عندك فكرة وعندك مشروع المكان موجود، بس اتواصل وابدأ، اتواصل مع الشمس وابدأ معاهم. ففعلا نوجه كلمة شكر لمدينة الشارقة للإعلام شمس على توفير المساحات الإبداعية هذه، على احتضانها للطاقات، وعلى توفير كل السبل اللي ممكن تساعد الأشخاص أنهم يطلعون طاقاتهم ويطلعون إبداعاتهم. نشكر كل الشكر أستاذ عبد العزيز على التواجد في هذه الاستضافة. يمكن جاوبنا على أكثر الأسئلة اللي تحير الأشخاص، سواء واي حد عنده أي سؤال بعدنا حاضر. هذه دعوة من أستاذ عبد العزيز، عندكم سؤال تواصلوا معه، فإن شاء الله ما بيقصر معاكم. لكن أتوقع في هاي الحلقة حطينا إيدنا على أغلب الأسئلة اللي تدور في ذهن سواء كاتب جديد أو حتى كاتب عنده خبرة. وإن شاء الله نشوف لقدام ان تكون في لقاءات ثانيه ان شاء الله بنتناول محاور، يمكن بتحديد محاور يعني مختلفه ان شاء الله. يعطيك العافيه وكل الشكر لك. شكرا لك.